مونيا اللي تعطلات في الولاده غتمشي عند واحد الدجال باش يعاونها انها تولد، حيت ما بقى كيبان ليها حتى شي حل اخر من غير هذا. المشكله ان هادشي ما خدمش معاها ورجعت عاوتاني للاطباء، والاطباء ما غاديش يعاونوها بزاف وغيقول لها صحتك مزيانه، ولكن ما عرفناش كيفاش نقدروا نعاونوك في هاد الايامات هادي. الزوج ديالها غادي يتوفى، غتبقى بوحدها مسكينه كتبكي، ما عندها لا ود لا راجل. غادا في الطريق واحد النهار وغيتلاقى مع واحد الصديقه ديالها وغتقول ليها اشنو كاين واشنو كاين. عاودت ليها كاع التفاصيل ديال حياتها وعاودت ليها على هذاك الدجال اللي كانت مشات عنده، وحتى هو ما قدا معاها حتى شي حاجه. غتقول ليها صافي انا عندي لك الحل، غتمشي عند واحد الطبيب اللي معروف وانا متاكده انه غادي يعاونك. ومونيا سمعاتها قالت لها عطيني لادريس بغيت نمشي عنده، وهذاك الشيء اللي غادا دير غادلي مع الصباح غير غتنوض غادا تقصدو وغتلقاه مريح في البيرو ديالو وغتعاود ليه تا هو اشنو واقع. غيقول لها واش مشيتي عند شي دجال؟ غتقول ليه وغتعاود ليه التفاصيل وانه عطاها واحد السلسله وقال لي رجعي معدي من هنا العام، ولكن انا ما رجعت عنده حيت ما قدا لي حتى شي حاجه. غيقول لها غير قاد هذيك السلسله، ولكن من دابا غتعالجي هنايا، يعني غتبقاي معايا هنا. تاقت فيه وقالت ليه واخا، غتمشي تجيب حوايجها وغادا تجي. غيوريها البيت ديالها كله طلاسيم وعظومه حتى غيدخل عليها وهز ليها الفاليزات ديالها وغيقول لها ما تخافي ما والو، عندك من سيمانه حتى 24 يوم وغادا تكوني حامله. وغتقولي اشنو واقع ليا بالضبط؟ غيشرح ليها بان هذاك السيد تقفك دارها لك بالعاني باش كل عام تبقاي ترجع عنده وتخلصيه بالفلوس، وانا اللي غادي نحيد لك هذا الشيء. هذا البيت هذا مزخرف بحال هكا غير باش يحميك من الشياطين. ولكن بالليل وهي ناعسه ما كانتش مزيانه، حاسه بحال شي واحد كيشوف فيها ومراقبها، وحست بحال شي واحد راه فايق. غادا تنوض وغادا تمشي عنده، هو كان مازال كيقرا في الكتوبه ديالو وغتقول لي حاسه بحال شي واحد كيراقبني. يقول لها بنتي كاين غير انا وياك في الدار، انا بعيد منك، انا في البيرو ديالي وانت في بيتك، ما تخافي ما والو. غترجع لبيتها وقالت انا نقرا شي كتاب. غتهز واحد الكتاب هنا حتى غيتحل ليها واحد الباب لي سري وغادا تشوف التصاور ديالها بان هاد السيد هذا كان مراقبها قبل ما تجي عنده. من فوق هاد الشيء الكاميرات الاحساس ديالها ما كذبش شويه حتى غادي يوقف عليها. فهاد اللحظه النيت اللي كانت هازه التليفون وباغا تعيط للبوليس غيقول لها واحد البرا وغادا تنعس. من بعد غادا تفيق غتلقى راسها عاوتاني في بيتها حتى غيدخل عليها. غتقول شنو واقع هنا، غادي يشرح ليها وغيقول لها باللي انا هو نفس الساحر اللي جيتي عندي هذا عام وبغيت نكمل الخدمه ديالي. انت دابا غتكوني حامله بولد الشيطان، يعني خاصك تخليني نكمل الخدمه ديالي وهكا غادي نحقق لك الامنيه ديالك وغادا تحملي. انا غتعرف باللي هذا السيد هذا هربان ليه الفريخ وغادا تقول والله يا امك لا بقات فكرات بانها باقا شابه وصحيحه عليه. غادي يرجع عندها، غادي يحل الباب، غادا تدفعو وغادا تمشي تجري. غتجري حتى غتوصل لواحد الباب، غادا تخبى، غتهز التليفون وبغات تعيط للبوليس حتى غادي يوقف عليها. غتقول لي كيفاش لقيتيني بالزربه؟ غيقول لها انا ساحر وهذه داري وانت قلت لك غتبقاي هنا، يعني غتبقاي هنا. هو كيهدد فيها وكيعاير فيها، والتليفون كان دايز على لابيل، يعني البوليس كانوا كيسمعوا كل شيء. حسن الحظ ديالها ان واحد البوليس كانوا غير قراب منهم وغادي يجيو في البلاصه باش يشدوا هذا المسطي اللي كان غيتعدى عليها. المهم مونيا تعلمات واحد الدرس كبير وخلاتها في يد الله ومشات تزوجات براجل اخر اللي بغاها وبغى يتزوج بها واخا هي عاقره. ملخص القصه يا اخوان، احنا كبشر فاش كتشدنا الرغبه في شي حاجه كنتمناوها بزاف بحال الوليدات كنوليو قابلين نديروا اي حاجه حتى لو كانت حرام ولا خطر. حتى ربي راه موجد لكم هادشي وقالها لكم ديجا. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة. المال هو الفلوس والبنون هما الوليدات وبالاخص الذكور. وهاد جوج حوايج كيخلوك انك تفتخر قدام الناس. اللي خاصنا نعرفوا بان الرزق كيجي من عند الله ماشي من عند الساحر ولا الدجال. وكما العاده كنتمنى تكون عجباتكم هاد القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.